ماذا يحدث في المغرب؟ مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة ومكناس تغلي تحت وقع مظاهرات يقودها الجيل زاد. خزن كيقمع فينا في وسط بلادنا، فينا نمشيو جيل التكنولوجيا والإنترنت الذي يرفض أن يعيش في البطالة والفقر والحرمان. شباب خرجوا من العالم الافتراضي إلى الشوارع بصدور عارية يهتفون: الصحة أولاً، التعليم حق للجميع، حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. مطالبهم بسيطة وواضحة: تعليم مجاني وجيد، مستشفيات مجهزة وعلاج مجاني، فرص عمل تحفظ الكرامة، ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة الغلاء. لكن السلطة ردت بالقوة: اعتقالات، ضرب ومطاردة في الشوارع. حاولت أن تخيف جيلا كاملا، لكنها أشعلت الغضب أكثر. كيف تصرف المليارات على ملاعب كأس العالم بينما المدارس تنهار والمستشفيات بلا تجهيزات؟ كيف يطلب من الشباب الصمت وهم يرون مستقبلهم يسرق أمام أعينهم؟ الجيل زاد يرفع صوته عاليا: لا للذل، لا للتهميش، نعم للكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية. هذه ليست مجرد مظاهرات عابرة، بل صرخة قوية تقول إن جيل اليوم لن يقبل أن يكون ضحية الإهمال والوعود الكاذبة. إنه جيل يرفض أن يكسر، ويؤكد أن التغيير قادم مهما كان الثمن، وأن القوة لن تسكت صوت الشعب حين يقرر أن يعيش بكرامة.